كاملين تعاطفنا مع بانش، ديك القريه ديال لو زو ديال اوكينوا في اليابان اللي تحقر من الاخرين وكيبان شاد واحد النونوخس اللي عطاو ليه مورا ما رفضاتهم. هاد القصه فكرتني في هاري هارلو، واحد الباحث ميريكاني اللي دار وحده من نفس التجارب من ناحيه الاخلاق تاريخ علم النفس. ديسكليمر: تفصيل ديال التجربه قاصحه ويمكن لها تاثر فيك، الا كنتي سنسيبل من الاحسن سكيبي. هاري هارلو كان استاذ وباحث جامعه ويسكونسين ماديسون اللي دار في الخمسينات التجربه ديال نيتشر اوف لاف باش يعرف كيفاش كتبدا علاقه الحب ما بين الاطفال وامهم. باش يشوف هذا الشيء حيد من امهم قروده اللي يلاه تزادوا وحطهم في واحد ليكاج فين كانوا جوج ديال الامهات الوهميات، وحده مصوبه بالحديد اللي كتعطي الحليب والاخرى مصوبه بالثوب مصوف اللي ما كتعطي والو. ركزوا معايا بين في ديك الوقيته العلماء كيتسحب لهم بين علاقه الحب ما بين الرضيع والام كتبدا مع التوفير الماكله. النتيجه صدماتهم، حيت القروده كانوا كياكلوا بالزربه عند ام الحديد، ولكن باش كيساليو كيمشيو يجريو النيشان يتعانقوا مع الام المصوفه. وتاكدوا اكثر من هذا الشيء، شافوا بين القروده باش كيكونوا مخلوعين كيمشيو يتخباو النيشان عند الام المصوفه. مورا هذا الشيء هارلو بدل التجربه وحط الشوك في الام المصوفه اللي غادي يدار القرض باش يشوف واش غادي يبعدوا منها. ولكن واخا الام الوهميه ولات كضرهم، القروده استمروا يتعانقوا معها. للاسف هاد القروده اللي كبروا مع الام الحقاره ولاو عندهم اعراض الاكتئاب والعدوانيه كبيره. هاد التجربه كانت بدون نقاش قاسيه وغير اخلاقيه، ولكن علمتنا الاهميه ديال الاحتياجات العاطفيه عند الاطفال. تهلاو.